السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. واخيرا استلمت الارباح بتاعه اليوتيوب، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. بسم الله، فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده، اخيرا استلمت الارباح بتاعه اليوتيوب. عايزه اقول لكم ان فتحت حساب في البنك، بنك كيو ام بي، من غير ولا جنيه. تخيل انك تفتحي حساب في البنك، مع ان البنوك بتطلب اقل حاجه ان انت تفتحي حساب بالدولار، اقل حاجه تحطيها في الحساب بتاعك هو $100. تمام. عايزه اقول لك فتحت حساب من غير ولا جنيه، لا جنيه مصري ولا دولار حتى. تمام. ازاي بقى؟ هقول لك كل التفاصيل، يعني زي ما ربنا سهلها والخطوات الحمد لله مشيت بسيطه. هقول لك خطوه بخطوه تعملي ايه عشان تفتحي الحساب، عشان تستلمي عليه الارباح باذن الله. وايه بقى الغلطات اللي انا غلطتها، اللي هي من اهمها اول حاجه ان مفيش استمرار. واليوتيوب يا جماعه بيحب الاستمرار، ان انت تستمري وتبقي ملتزمه زي كانه شغل عادي جدا. تمام، دي اول غلطة هقولها لك كده ايه من بدايتها. بعد كده بقى هنشوف مشينا الخطوات مع بعض ازاي، هقولك عليها. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. بصوا بقى، بسم الله كده. اول حاجه هبتدي بيها معاكم، بس عايزه افهمكم وجهه نظري من فيديو النهارده. مش بس مجرد ان انا بوريكم ان معايا فلوس، او ان انا خدت الارباح بتاعتي، والله ابدا. انا بس مجرد ان انا عايزه اشجعك، اقول لك اشتغلي، ربنا هيكرمك ان شاء الله باذن الله. وحتى بعد، يعني انا واخده تقريبا واخده سنه وشويه، حتى الارباح دي اول ارباح استلمها من اليوتيوب. فاولا عايزه اقول لك الخطوات اللي انا عملتها واللي غلطت فيه، وايه الحاجه الحلوه اللي حصلت لي خلتني الحمد لله ان ربنا واقف معايا لحد اللحظه دي، ان انا اقدر استلم الارباح بتاعتي. عشان الدال على الخير كفاعله. فانت لما تعرفي حد حاجه غلطه انت وقعتي منها، عايزه تحذريه منها، او ان انت تعرفيه طريق اسهل واسرع ان هو يقدر يساعد نفسه بيه، طبعا ربنا هيكرمنا كلنا باذن الله اذا شيرتي الفيديو دوت لحد نفسه يستفيد بالمعلومات اللي في الفيديو. لان بامانه انا هقول لك كل تجربتي كامله مع اليوتيوب بقى، من اول ما بتفتحي القناه لحد ما ربنا بيكرمك وتبتدي تستلمي الارباح. تمام. اول حاجه يا بنات، ايه اللي بيحصل ان انت بتفتحي القناه اليوتيوب، بتعملي انشاء للقناه بتاعتك. طبعا انت بتسيرش بقى، بتعملي بحث على القناه على اليوتيوب. كل نقطه انت محتاجاها بتقولي انا عايزه النقطه الفلانيه. اكتر قناه هقدر ارشحها لكم في الحاجات اللي هي التقنيات بتاعه اليوتيوب، وايه اللي تعمليه وايه اللي ما تعمليهوش، والصح والغلط. اشرح لكم، ارشح لكم. معلش سامحوني ان انا ببقى سريعه شويه، لان بجد مش عايزه الفيديو يطول، وفي نفس الوقت ما تملوش وتزهقوا بقى. وانا بجد يعني في معلومات حلوه عايزه اقولها لكم. تمام. القناه اللي ارشحها لكم هي قناه اسمها علامه استفهام. هحاول احط لكم الصوره بتاعتها عشان ما تخشوش على اي قناه تانية. تمام يا بنات، زي ما قلت لكم القناة اسمها علامة استفهام. انا طبعا مش بعمل لها اعلان ولا حاجة، بس دي قناة انا اتعلمت منها كتير. وبمعنى اصح كل ما كنت بدور على حاجة كنت بدور على القناة دي. ما شاء الله الشرح مبسط وسهل وتقدري ان انت بيشرح لك على الموبايل مش على الكمبيوتر. فطبعا احنا كلنا دلوقتي بنستخدم الموبايل، ما بنستخدمش الكمبيوتر. تمام. فدي القناه اللي انا رشحها لك، علشان ان انت لو حبيتي تدوري على اي حاجه، خاصه الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي، في تريكات انا عرفتها منه والله يا بنات، يعني ما شاء الله عليه، ربنا يزيده يا رب. تمام. بصي، اول حاجه بتفتحي قناه اليوتيوب، بتفتحي قناه اليوتيوب على الحاجه اللي انت بتحبيها. بتحبي بقى الروتينات، بتحبي الطبخ، بتحبي السكين كير والشعر والوصفات والحاجات دي، على حسب الحاجه اللي انت بتحبيها. تمام. نيجي بقى بعد كده، المفروض ان انت بتحققي الشروط كانت المفروض 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. دلوقتي خست ونزلت النص، بقت قد ايه؟ بقت 500 مشترك و 2000 ساعة مشاهدة. تمام. ودي تقدري تعمليها بسرعة، ان انت تعملي فيديوهات الناس طالباها والناس حباها. لو انت بتتكلمي عن الطبخ، يبقى هتشوفي الحاجات اللي الناس مثلا في الفترة دي، مثلا الناس بتدور على اكلات للمصيف، بتدور على اكلات للمدرسة، بتدور على اكلات للعيد. بصي يعني الافكار كتير، ما تعديش بمعنى اصح. طيب، عايزه تجيبي افكار، شوفي بقى القنوات الكبيره اللي اكبر منك بيعملوا ايه، وحاولي ان انت تستفيدي منهم، ان انت تاخدي الافكار منهم.
دي كمان تاني تركة هقولك عليها. يعني اول حاجة محتاجة الاستمرارية، تاني حاجة محتاجة ان انتي تشوفي اللي قبليك، الناس القديمة اللي قبلك بتعمل ايه، وحاولي ان انتي تقلديهم او تاخدي الافكار منهم. تمام. تمام. تالت حاجة كمان هنعملها بقى هو ان انت هتفتحي حساب ادسنس. ازاي تعرفي ان انت تفتحي حساب في ادسنس؟ خطوة بخطوة. هنرجع للقناة اللي انا قلت لكم عليها، هتعرفك كل حاجة بالتفصيل وبطريقة مبسطة. طيب احنا فتحنا حساب في ادسنس. ادسنس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هو الوسيط اللي بينك ما بين يوتيوب. يوتيوب بيبعت للادسنس، وادسنس بيبعت الحوالة او الفلوس اللي انت كسبتيها او الارباح اللي اشتغلتي بيها من ادسنس للبنك اللي مفروض دلوقتي هقولك ان ازاي تفتح حساب فيه. نخش على تالت حاجة وهي المراجعة. المراجعة دي بتبقى مراجعة القناة بقى، لو انتي في فيديو، في اغنية مش بتاعتك، حقوق ملكية، الحاجات دي بتبقى بتضايق اليوتيوب شوية، فبيضطر ان هو يعمل لك انذارات. بتاخدي انذار اولاني، تاني، تالت. التالت ده بيبقى طرد على طول، يعني ما فيهوش كلام. تمام. فبنحاول على قد ما نقدر ان حتى لو انتي عايزة تعملي حاجة، حاولي ان انتي يبقى ايه الفيديوهات بتاعتك كاملة. ماشي، عشان بجد انا حاولت ان انا يبقى في فيديوهات بجيبها او بعمل عليه، انا بحط عليها حاجات، بحط عليها صوتي، بحط عليها حاجات تانية او بتكلم عنها، بس برضو بيبقى فيها حقوق طبع ونشر. يعني ما تقوليش مثلا ما هي القناة مكملة، لا والله بيبقى فيه عليها حقوق طبع ونشر وبتفضل موجودة. وفي حاجات بتبقى اكتر من حقوق الطبع والنشر كمان بيديك عليها انذار. فانذار دوت زي ما قلت لك مرة، والتانية والتالتة بتاخدي طرد والقناة بتتقفل وتبقى الدنيا يعني قفلت خالص. تمام. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ايه؟ نمشي واحده واحده. كمان اهم نقطه بقى بصراحه عايزه اقول لكم عليها هي الضرايب الامريكيه. ازاي الضرايب الامريكيه اللي ما يعرفش يعني ايه ضرايب؟ الضرايب دي اللي هو بياخد خصم كده، بياخد جزء من الارباح بتاعتك على المشاهدات اللي بتجيلك من امريكا، بيخصمها. طب انا مش عايزاه يخصم مني كتير. يعني انت مثلا جايبه $100، مش عايزاه ياخد منها كتير، هعمل ايه؟ في تركه بقى اللي هو ما شاء الله المهندس او صاحب القناه اللي هو بتاع علامه استفهام قال عليها، وانا بصراحه مشيت وراه وعملتها. ان انتي بتعملي يعني في خطوات كتير كده، انتي بس دوري على الفيديو بتاعه. تمام. بتدوري على الفيديو ازاي اعمل الضرايب الامريكيه، الضرايب على الارباح اليوتيوب، وازاي بأقل خصم. تمام. عايزه اقولك ان هو بحاجه بسيطه، انت بس بصوره البطاقه وبان ان انت بتكتبي الخصم، بدل ما هو يبقى 30% او بيبقى اغلبيتها كلها 30%، لا انت بيبقى 15%، فانت بينزل النص، فانت طبعا اولى بيه. تمام. كمان بعد كده هتبتدي ان انت تحققي $100. خلاص احنا عملنا القناه، حققنا الشروط، فتحنا حساب في ادسنس. هنبتدي بقى وعملت ورقه الضرايب بتاعتك على ادسنس. تمام. هتبتدي بعد كده ان انتي اول ما تحسي ان انتي خلاص انا في $95، في $99، خلاص اللي هو خلاص بقى انا كده هبتدي عايزه افتح حساب في البنك عشان يجي لي عليه التحويلات. عايزه اقول لكم بقى تجربتي مع حساب البنك. بصوا بقى، اول حاجه انا دورت وسرشت كده على احسن بنوك تقدري تفتحي فيها حساب. قال لك بنك الاهلي، قلت تمام، هو قريب مني وانا يبقى كويس ان هو ايه قريب مني. رحت وسالت، قالوا لي لا لازم تفتحي. بعد ما استنيت بصراحه، يعني عشان كده عايزه اقول لك ان انت لازم اول ما تروحي تسالي انا عايزه افتح حساب بالدولار، هيبقى النظام ايه، عشان ما تضطريش تقعدي قعدتي فتره طويله وفي الاخر يبقى على ما فيش، فالموضوع هيبقى رخم قوي. بصي بقى، انا رحت سالت في البنك وقعدت كتير وقلت لهم هفتح حساب، قالوا لي تمام واستني خدي دورك. بعد ما خدت دوري بقول للبنت انا عايزه افتح حساب بالدولار، قالت لي لا ما ينفعش، لازم الحساب بالدولار يبقى لو انت هتفتح حساب بالمصري لازم تدفعي اقل حاجه. كان ساعتها الدولار تقريبا كان عامل 3 وحاجه، لازم تدفعي 3000 وحاجه عشان تفتح حساب بالمصري. طب لو هفتح حساب بالدولار، قالت لي لازم تجيبي $100، اقل مبلغ يتحط في الحساب $100 عشان اقدر افتح لك الحساب. طبعا احنا عشان تدوري في انتباهات يعني انا قلت لها طب تمام، انا ممكن اخد من البنك $100 ونشوف بقى ايه وافتح بيه الحساب. قالت لي لا، لازم انت اللي بتجيبي، مش بتاخدي من البنك.
فطبعا مشكله، هتروحي بقى تدوري فين وتدوري في سوق سودا وحوارات كده، ملاش اي 30 لازمه الحوارات دي. لان لقيت البديل ليها، بديل لبنك الاهلي. بنك ايه؟ بنك كيو ام بي. كيو ام بي الاهلي في مصر. بصي هوريكي الورق بتاعه، بس هقولك ان الحساب بتفتحيه ازاي وايه الطريقه، وفي نفس الوقت تفتحي حساب من غير ولا جنيه ولا دولار واحد، لان الموضوع اسهل من كده بكتير غير بقى البنك الاهلي. فانا تجربتي مع البنك الاهلي بصراحه ما كانتش حلوه خالص. قدمت طلب ازاي؟ بتنزلي الابليكيشن من جوجل بلاي اللي هو بنك كيو ام بي ببساطه. اهم حاجه بنك كيو ام بي ببساطه. هينزل لك ال التطبيق، هحط لك برضو ان شاء الله الصوره بتاعته. تمام. بتبتدي بعد كده بيديكي بقى بيانات. اول حاجه اسمك، عنوانك، رقم التليفون، لان هم هيكلموكي عليه، وهيبقى المقابله خارج البنك. مش بتروحي البنك ولا بتنتظري ولا بتستني دورك ولا الحاجات دي خالص. انت بيكلمك المندوب بتاعهم، وبيشوف اقرب نقطه ليكي او اقرب مكان يقدر يقابلك فيه علشان ياخد منك البيانات. وبعد كده بيسلمك الكارت او فتح الحساب وانتي قاعده في مكانك. مش هتروحي اي حته تاني، خلاص هو انتي وقاعده بيتفتح لك الحساب، وفي نفس الوقت من غير ما بتدفعي جنيه واحد. وهوريكم فيديوهات على كده وانا كنت مع الموظف بتاعهم. تمام. لحد اللحظه دي بصراحه انا كنت قلقانه، يعني الواحد بيبقى برضو مقلق، بس انا اللي مكلماهم وفي نفس الوقت هم تبع البنك، ما خدوش ولا جنيه. وكلها بالبطاقة والجيميل بتاعك، وبيشوفوا برضو قناة اليوتيوب بتاعتك. وبس خلاص على كده انتي وقاعدة بتاخدي الكارت بتاعك بتاع الحساب البنك وشكرا. بتروحي بعد كده البنك اقرب فرع ليكي، بتروحي تفعلي الكارت فيه. هوريكم الظرف اللي اداهوني وهوريكم الكارت. بصي بقى، بصي ادي الظرف، احنا قاعدين زي كده بالظبط. اداني الظرف ده، ماشي. انا مش عارفه كده ايه ده. اهو زي ما انت شايفه كيو ام بي ببساطه اهو، بيبقى كده. هي اسمها كيو ام بي ببساطه، كارت كيو ام بي ببساطه، اللي هو لاي حد تبع السوشيال ميديا بيجيله دولارات من بره، فعايز يحولها او عايز يستقبلها وفي نفس الوقت يحولها بالمصري، او تقدري تاخديها بالدولار عادي على فكره، مش شرط ان انت تحوليها. بس يعني هي ما فيهاش اي حاجه تدل على اسمي او اسمك او اسم غيرك، يعني هي اي حد بمعنى اصح. بس هو الكارت، بصي الكارت بس اللي بيدل على اللي هو بتاعك انت. كمان قال لي ميزه ان انت لو عايزه الكارت يبقى مكتوب عليه اسمك هنا، بتروحي البنك وبتستني تقريبا يومين او حاجه ان انت البنك يكتب لك اسمك على الكارت. فطبعا دي حاجه مش مهمه قوي، مش هتفرق معانا كتير، فاسم مش اسم مش هتفرق كتير. فتمام خلاص، انا كده خدت الكارت، رحت البنك عند الاي تي ام، مكنه الاي تي ام حطيتها، فعلت الكارت. اهم حاجه ان انت تفعلي الكارت في وقتها، تمام، عشان لو في اي مشكله او حاجه تقدري ترجعي للبنك. بس فعلت الكارت، غيرت الباسورد بتاع الكارت نفسه، لان المفروض هو بيبقى 4 اصفار. تمام. بس كده، ادي كده بابسط حاجه من غير ما دفعت ولا جنيه واحد. فتحت حساب في البنك بالدولار، اللي كانوا عايزين 100 دولار اقل حاجه. فيبقى كده عملنا فتحنا حساب في البنك. تمام. نستنى بقى المرحله اللي بعد كده، الا وهي ان الحساب يتحول، او الارباح بتاعه القناه بتاعتك بتاعه شغلك تتحول على البنك. تمام. هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ الخطوه اللي بعديها هو ان انت بتشوفي الفلوس، الارباح بتاعتك على التطبيق الاستوديو يوتيوب وصلت لكام. اول ما تبتدي توصل ل$100 هقولك بقى اللي بيحصل. تمام. اول حاجه بتحصل بعد ما بتكملي $100 في الحساب بتاعك، هتبتدي ان انتي تروحي على ادسنس تشوفي الخصم بقى بتاع الضرايب. زي ما قلت لك الضرايب الامريكيه، الخصم قد ايه. بيقولك ان الحساب اتحول عليه المبلغ بتاعك واتخصم منه، بيعرفك اتخصم منه قد ايه. تمام. فتبتدي طبعا هتروحي على
اللي هو التطبيق بتاع الكيو ام بي. زي ما اتفقنا في تطبيق بتاع الكيو ام بي، هتروحي عليه هتبصي تلاقي في حساب بالمصري وفي حساب بالدولار. الحساب اللي بالدولار هتدخلي عليه هيقولك ان ده الحساب دوت عليه بالدولار كذا. بعد ما بيخصم دولار واحد، هيخصم دولار واحد منك، وبعد كده يديك باقي الحساب. يبقى احنا كده اتخصم منك اول مرة في الادسنس عشان الضرايب الامريكيه اللي قلنا عليها، وتاني حاجه الدولار هيخصموه من التطبيق بتاع الكيو ام بي ببساطه، او بياخدوا البنك، تمام، على اساس ان هو هينزلك بقى دولارات، تمام. فانت كده اللي اتخصم منك حوالي اتنين وشويه دولار، لان هو تقريبا كان الحساب بتاع الضرايب على ادسنس خصم تقريبا 1 دولار و60 سنت، تمام. خلينا واضحين في كده. فتقريبا يعني هتصفصف على 2.5 دولار، 3 دولار يا ستي. بس بصراحة في أرقام كتير بنسمعها اللي هو 20 دولار و30 دولار و10 دولار بيخصمها من المبلغ اللي جايلك، تمام. فتخيلي بقى انت معاكي أقل حاجة عملتيها مثلا 100 دولار، اتخصم منها 10 ولا 20، يعني اللي هو بيبقى موضوع صعب قوي. فالمهم ان احنا اتخصم مننا 2-3 دولار بالكتير قوي، فالحمد لله نحمد ربنا ونشكر ربنا زي الفل كده. المهم تبتدي بعد كده، طبعا انت بتبقي حطيتي الاسم بتاع البنك بتاعك في الادسنس عشان يبعتلك عليها. طيب وبعدين هبتدي ان انت هتروحي البنك تقولي له انا عندي حواله جايالي، انا عايزه احولها بالمصري. هيبتدي يديها لك ويديكي كشف بالحساب ده. بصي بقى، هو دلوقتي انا لما رحت واخدت حاولت ان انا اعملها من الاي تي ام مرضيش يفتحها عشان طبعا الحساب بالدولار، وهي كانت اقل من ال100 دولار، تمام. عايزه اقول لك على نقطه حلوه. دلوقتي انت لما اتخصم منك، عايزه افهمك النقطه دي لانها مهمه. انت دلوقتي لما اتخصم منك فلوس انت دلوقتي مثلا عملتي ال100 دولار، ماشي، عملتي ال100 دولار واتخصم منك الضرايب، واتخصم منك انت الدولار ال100 دولار كده تقريبا بقت 99 او حاجه، يعني 98، ماشي. ال98 دول هل هيبعتوها لي ولا هيستنوا لما اكملها تبقى 100 بالظبط عشان تاخديها 100؟ لا، خلاص انت اول ما تميتي ال100 قبل الخصم بتاع الضرايب، خلاص يبقى انت كده اوتوماتيك الباقي ده بينزل لك على حسابك. لما بينزل على حساب البنك ما بياخدش غير دولار واحد بس. فانت اللي بيتبقى لك انت بتستلميه، عايزه تستلميه دولارات، تمام، عايزه تستلميه مصري، تمام، دي حاجه ترجع لك، تمام. فكده يبقى ايه؟ كده يبقى انت استلمتي فلوسك من غير ما تستني شهر جديد لو انت ما عملتيش غير ال100 دولار بس. وصلت النقطه دي؟ وصلت. بس وبعد كده بقى بتروحي البنك وتستلميها، ويعني مبروك عليكي، الف الف مبروك، استلمتي الارباح بتاعتك، وربنا يجعلها خير على الجميع يا رب. دي كانت تجربتي. عايزه اقول لك ان انا بصراحه ما ارتحتش في البنك الاهلي، وارتحت في المعامله بتاعه البنك كيو ام بي. من الموضوع اسهل مما تتخيلوا يا بنات، وحلو، وفي نفس الوقت مش هيبقى صعب عليكم. زي ما قلت لك اتبعي الخطوات بتاعه القناه بتاعه علامه استفهام، وفي نفس الوقت اعملي الخطوات زي ما انا قلت لك. هتمشي الخطوات، اعملي حاجه في حاجه. يعني مثلا النهارده فتحت القناه، هبتدي اشتغل عليها لحد ما بتبتدي تحقق الساعات بتاعتها. لما تعملي خطوه شوفي اللي بعدها هتبقى الخطوه ايه. هتبقى سهله ان شاء الله وبسيطه، وربنا يكرمكم ويكرم الجميع باذن الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه ووصلت كل اللي انا عايزه اقوله، لان بجد يعني انا حابه ان انا اساعد الكل. لو انت لسه بتبتدي تفتحي القناه او قلقانه او خايفه اللي هو ايه اللي بيحصل، إيه ده، يعني ايه ادسنس، يعني ايه الضرايب هياخدوا مني كتير، انا بقولك الموضوع سهل ان شاء الله وبسيط. بتبقى حاجات بسيطه مش حاجات كتيره. يعني انا شفت ناس بصراحه اتكلمت عن الموضوع حسستني ان الضرايب دي حاجات كبيره جدا. لا، في خطوات الناس بتاعت اللي هم تبع زي علامه استفهام وكده بيفهموكي ايه الصح، وبيفهموكي ايه اللي المفروض بيتعمل. فالدنيا بتبقى سهله وبسيطه كده، فربنا يسهلها علينا وعلى الجميع يا رب، ويوفقكم ويوفقنا. اهم نقطه بس هقولك انا غلطت فيها ما تغلطيهاش، هو ان انتي تستمري، وكمان تبقى
توقيت معين. يعني انت لو بتنزلي فيديوهات نزليها على قد ما تقدري في توقيت واحد، ما تغيريش التوقيتات. بس كده. دي كانت غلطاتي، دي كانت تجربتي، دي كانت اللي انا قدرت اعمله او اللي ربنا يسر لي فيه وعملته، قلته لكم بكل سهولة. وباذن الله ربنا يوفقكم ويوفق الجميع يا رب. مع السلامة.